بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم اليوم في وصفة جديدة من الوصفات والتحضيرات الرمضانية. اليوم جبت لكم وصفة تاع كيش بمقادير والوصفة هذه اللي تقطع لكم كمية كبيرة. راها دورت بزاف في الفيسبوك في اليوتيوب، قلت اليوم نجربها لكم وجاتني بزاف 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 روعة، وقطعت لي كمية ما شاء الله حوصلت لي حتى 50 حبة. مقادير الوصفة فيها 250 غرام تاع الدهان، ماذا بكم الدهان يكون درجة حرارة الغرفة. هنايا عندي 125 غرام تاع الزيت، 125 غرام تاع الماء، عندي الملح، عندي توابل الدجاج ولا اي منكه تبغوا ديروه، وعندي هنايا تينا الزعتر والفرينه باش نلموها. هنايا نبداو هذاك الدهن، انايا هي نورمالمون تخلطوا كلش مع بعض. انا هذا الدهن كان شويه عندي عاصي، استعملت بالباتير ولا تستعملوا بالبرا ميكسر، اللي تكون عندكم متوفره ديروها. انا بغيت ديما نستعمل بالباتير. طريت هذيك الزبده تاعي، درت 125 غرام كيما شفتوا تاع الزيت، 125 غرام تاع الفرينه، عفوا تاع الماء. راني عبرت لكم هنا بالميزان. هنا هاكا تبداو تحركوا فيها غير بشويه. انا هنايا بدلت لكم الطاسه، غبنتني من كانت صغيره، بدلتها جبتها للبسينه كبيره، خلط فيها. واللي يكون يستعمل البرا من الافضل. انا هنا بغيت نستعمل هذا الباتر. هنا هاكا تبداو تخلطوا فيها حتى اللي ترجع لكم هذيك هذو المكونات كيما البوماد. هنا تعرفوا باللي هنا حبسوا لها، تزيدوا لها غير فرينه، وتزيدوا لها مغرف تاع الخل اللي نسيت ما قلتها لكم. التوابل راني درتهم قدامكم، والملح عندكم مغرف صغيره، ما تملحوهمش بزاف. اون كان الحشو تاعكم يكون مالح ولا مع الفرماج مع تلقاوها هنا واجده. واللي دسوها في الفريكو ما تخافوش عليها. هنا بغينا نديروا فيها لا حليب لا بيض، كيما قلت لكم رانا نبغوا ندسوها هنايا في الكونجيلاتير، ما تغبناش وما يكونوا فيها مواد ملاح، ماشي هكا مواد اللي نخافوهم يضيعونا. هنا انا مستعملش الخميره، اللي يبغي يستعملها يدير على راس المغرف، والخل هنايا باش يحسنها لنا. ثانيا باش اللي يبغوا يبيعوهم هكا في المحلات ولا تعاونهم. هنايا شوفوا، هنايا هذه بعد اللي صنعتها، خلطتها مليح بالباتير تاعي. شوفوا كيما ولات لي بوماده. نبدا نزيد الفرينه غير بشويه. هنا الفرينه درت لي واحد 500 غرام تاع الفرينه، هنا كانت فيها واحد 300 غرام، وهنا مش كارجيدي هذه استعملت 200 غرام. هنا تبداو تلموا فيها غير بشويه، وتخلوا العجينه تاعكم تكون طريه. كيما قلت لكم التوابل العطريه اللي تبغوا ديروها. انا كيما درت الزعتر توابل الدجاج. شوفوا واحد البنه تاع توابل الدجاج من طيبتهم وخرجتهم انا حسيت راني دايره دجاج مشوي صراحه. وسمحوا لي ما درتوش البارح فيديو، راني شويه مريضه. اليوم راني درتها لكم كي حسيت قرزيه حسات. انا في هذه الفتره تاع لاغريب، الله يشافينا اجمعين. شوفوا هنايا بعد اللي لميت العجينه تاعي وكملتها، هنايا خليتها ترتاح واحد 2 دقائق. الوقت اللي راني شاعله فيه الكوشه خليتها تحمالي. انا هنايا راني جايبه هذوك الكيش تاوعي. شوفوا هنايا ديروا كميه تاع العجينه في ليكيش. هنا انا استعملت لي باكيت ولا هذو، ولا تستعملوهم صغيرين. شوفوا الكيش اللي تبغوا تستعملوا. انا بهذو الكبار قطعت لي 37 حبه، وهذوك لي باكيت قطعت لي 13 حبه، صافي شحال جاتني 50 حبه. والله هي واحد الوصفه، شوفوا ما شاء الله. هنايا تبداو من الوسط تطلعوا، من بعد تطلع لكم العجينه، من بعد تبداو تاكدوا على الوسط ما تخلوش الوسط تاعكم فيه العجينه بزاف. هو اللي غادي تجي فيه الحشو. هنايا كي طيبوها تشعلوا عليها من تحت ومن الفوق. من بعد كي تبغوا تدخلوا طيبوا العجينه تاعكم، طفوا عليها من الفوق، تخلوها غير من تحت حسب ما تحمر لكم غير شويه من تحت، وتقعوها وتنشف لكم من الفوق. وكي غادي نزيدوا ان شاء الله نديروا لها الحشو تاعها ونجبدوها في رمضان، غادي نزيدوا ثاني نطيبوها وتحمر لنا. ما نبغيكمش تحمروها بزاف بزاف. غدوه اون كتشعلي عليها الكوشه ولا تحمر لك ما غاديش تجيك داك اللون شباب. هنا ديروها اللون الذهبي كما كنتو فيا. درتها في لي باكيت ودرتها في هذوك. وما تنساوش تثقبوها في الوسط بالفرشيطه. شوفوا بلا خماره، بس هذيك العجينه غادي نتفاخ لكم. شوفوا هذه الكميه والله غتقطع لكم كميه ما شاء الله. شوفوا هنايا كيفاش خرجت لي هذيك الباكيت. شوفوا هذيك الاخرى هذوك الزعتر عفوا اللي استعملت. يقعد لكم هذوك الخيوط نورمال. شوفوا هنا الكميه اللي خرجت لي في السنيوات. انا قعدت هكا ندير فيهم، بعد هنا درتهم في الكوشه تاعي خليتهم يطيبوا. شوفوا هنا هذه كيف كي نخرج الحبه. سيت نقلع لكم هكا الحبه كيفاش خرجوا. شوفوا هذه هي الحموريه اللي نبغيها انايا، ماشي كاع بزاف بزاف طايبه. وهذه هي الوصفة تاع نهار اليوم. والله غير تخرج لكم كمية بزاف بزاف كبيرة، سورتو لأصحاب المشاريع. والوصفة تستاهل أنكم تجربوها. شوفوا هنايا كيفاش خرجت لي. وهذه هي الوصفة تاع نهار اليوم. نتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وإلى الملتقى إن شاء الله في وصفات جديدة. بسلامة.